مساء الخير عليكم متابعينا وحبايبنا اللي متابعين قناة الخيرة وتوقعات. طبعا اليوم رجعنا وياكم فيديو جديد وخيرة جديدة وان شاء الله الكل تستفاد منها. طبعا هاي الخيرة راح تكون عامة لجميع الاحرف، يعني اخذ اللي ينطبق عليك واترك الباقي. صلوا على محمد وآل محمد. يا رب العالمين يا الله. شوفوا حبايبي، طبعا اغلبكم واغلب اصحاب هذه الاحرف والاغلبية من عندكم انه عندهم هموم، عندهم تعب، وما لهم خلق لاي شيء ابدا ابد. اكو الام بجسمكم، طبعا هاي الالام تصير بجسمكم بسبب الحسد، بسبب العين اللي عليكم. انتو داعين وشاكين رب العالمين، ورب العالمين راح يستجاب دعائكم ان شاء الله باذن رب العالمين. اشوف عندكم انتظار جواب من شخص، وهذا الشخص دا اشوفه قريب من عندكم اني، تمام؟ وقريبا جدا راح تسمعون هالجواب هذا، ولكم بالجواب راح تكون فرحه كلش قريبه باذن رب العالمين. طبعا اتمنى من عندكم تخلوا لي لايك الفيديو حبايب، وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات. شكرا لكم يا قلبي. دا اشوف انه حاليا عندكم الام بالراس، دا تصير عندكم الام براسكم. طبعا هذا الالام اللي دا تصير تحسوها بالراس بسبب قله النوم، بسبب التفكير الزايد، وانتم حاليا دا اشوف ابدا ما لكم نفس، ابد يعني نفسيتكم مسدوده، خلقكم مسدود، ما لكم قابليه لاي شيء تسوون. دا اشوف حاليا انه اكو حب، وهذا الحب من شخص، وهذا الشخص راح يسندكم باذن رب العالمين. دا يطلع عندي اكو حمل او اكو شراء او انتقال، اكو فلوس، اكو اوراق بالمحكمه راح تنحل ان شاء الله، راح تجيكم اوراق ماليه، اكو استلام راتب راح اشوف. طبعا دا يطلع هنا شيء يمي ابد مو حلو، انه دا اشوف اكو خيانه، اكو خيانه، وهاي الخيانه راح تكتشفوها انتم بنفسكم، واكو طرف ثالث. هذا الطرف الثالث داخل بحياتكم ومسبب لكم هواي مشاكل، ومسوي لكم عمل ومأذيكم بيه، وهذا العمل اللي مسبب لكم مشاكل داخل البيت وكلش مأذيكم، وان شاء الله تنحل باذن رب العالمين. لا تاكلون هم. دا اشوف اني اكو صلح واكو اتصال واكو رساله واكو لقاء ان شاء الله، وهذا اللقاء راح يصير تهديدا قريبا جدا، انتظروا منه وتعالوا بشروني به. طبعا العزاب دا اشوف انه اكو زواج من شخص انتو تحبوه، انتو رايديه وانتو مشتريه، ان شاء الله راح تنفتح قسمتكم. دا اشوف اكو نجاح بالدراسة حاليا، انه انتو بالكم مشغول بشخص، محتارين يعني باكثر من موضوع، رزقكم دا تشوفوه قليل. طبعا هاي الفترة عندكم قلة بالرزق، انتم ملاحظين هذا الموضوع، وهاي الفترة تحديدا صايرة دمعة بطارف عيونكم. ان شاء الله ايام قليلة باذن رب العالمين وراح يتحسن الوضع عندكم، بس انتو ناس ما عندكم صبر، وطبعكم عجولين دائما، تريدون الشيء بسرعة بسرعة. قولوا يا الله، قولوا يا رب، وان شاء الله اموركم كلها مقضية. طبعا اشوف اكو رجوع، اكو صلح، اكو خبر حلو راح تسمعوه، اكو اوراق او كتاب، وهذا الكتاب بيتعين لكم ان شاء الله. دا اشوف اكو انتقال البيت واحد، اكو عزله ان شاء الله. اللي منتظرين حمل، دا اشوف اكو حمل بولد، اكو مشاركة، اكو الكم راح تشاركون ويا اخت او صديقة الكم. هاي الصديقة تحبكم كلش هواي. انتو حاليا مشغولين بشغلة، وهاي الشغلة تحبوها بس محتارين باتخاذ القرار اتجاهها. دا اشوف اكو رزق خلال ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع موجود عندكم، هذا الاسبوع اكو ان شاء الله رزق. اشوف انتقال من بيت البيت، او اكو سفر راح تنتقلون اما البيت او راح تسافرون، وكلش قريبا كلش راح تشترون ذهب ان شاء الله، راح تغيرون بشكلكم. اكو شخص عندكم مريض منتظرين شفاء، راح يشافى ان شاء الله باذن رب العالمين. عندكم مساعدة، تساعدون اخت او صديقة انا ذكرت سابقا، بس راح تساعدوهم انتم من ناحية المادة بالفلوس، راح تساعدوهم بالفلوس، راح تنسدوهم بالفلوس. اكو حق راح يظهر عندكم مرة عصبية بالبيت، طبعا كل شيء مأذيتكم. اغلب اصحاب هذه الاحرف تحبون الطلعة، تحبون السفر. الحبيب طبعا يسمع كلام امه ويسمع كلام اهله.
طبعا هو هم يحب يستمع لكم بالمناسبة. هو يقعد يستمع لكم ويحب سوالفكم، بس كل شيء ولا تحكوا له اكو مشاكل عندكم وتعبانين، ما يحب يسمع هيك شيء من عندكم ابد. الحبيب ما مرتاح بهاي الفترة ومشغول وتعبان كلش، عنده مشاكل ويا صديق قريب عليه كلش. طبعا هاي المشاكل سببت له تدهور بحالته المادية، ساعة تكون زين وساعة يكون مو زين. لكن البعض والقليل هذا الأسبوع دا أشوف عندهم استلام فلوس، لذلك راح تتحسن وضعيتهم وراحتهم. اللي عايفهم الحبيب وصاير عندهم زعل، أكو رجوع قريب كلش إن شاء الله. هو يحبكم بس أنتوا تحسونه صاير ثقيل، والحقيقة هو شخص من الداخل بسيط وما يعرف ولا يقدر يطلع اللي بداخله أبد. لذلك دا يتأخر يلا يسأل عليكم، ومرات دا يصير زعل. ليش؟ لأن هو يحب كلمته تصير وحدة ما تصير اثنين. اغلب اصحاب هاي الاحرف كلش مميزين، عندهم اطلاله، عندهم جمال، واغلبهم دا يعانون من السحر ودا يعانون من العين. بس اني دا اشوف اكثرهم متشافى من السحر، والحمد لله والشكر. مثل ما قلت لكم طبعا حبايب، انه اكو البعض من عندكم راح يستلم فلوس وراح يصير تفكيره بشراء شيء ثمين مثل سياره او بيت او غير شيء، والله اعلم. ان شاء الله يا ربي يسهل اموركم. هاي الفتره ما عندكم تفكير بالزواج، بس انتم محتاجين الصبر، اقل شيء شهر. بس انا دا اشوف هاي يعني حاليا بعد اكثر من شهر دا اشوف اكو ارتقاء بالعمل، واكو مكانه حلوه، واكو اخبار كلش حلوه. اكو من هاي اصحاب هذه الاحرف، اكو قسم من عندكم راح يدخل باختبار وراح ينجح، واكو ناس من عندكم والقسم الثاني مالتكم راح ينجحوا بجداره وراح يثبت نفسه. طبعا الحبيب دا اشوفه انه بطبيعته يحب يطنش، يحب يتجاهل كلام الناس. طبعا شوفوا اصحاب هذه الحروف الاغلبيه من عندكم اكو رجوع، بس هذا الرجوع راح يكون متاخر وبحدود الشهر تقريبا. شريككم بطبيعته اذا يحب ويتعلق بشخص من صدق راح يحبه من كل قلبه وراح يحبه بحقيقه. البعض تفكيره بسيط ومحدود، لذلك بسرعه يزعل من الاشخاص اللي يحبهم، وهذا ابد مو زين طبيعتهم. يخافوا من العين. طبعا اشوفه صحتكم وصحتهم صايره ابدا مو زينه خلال هاي الفتره. اكو علاقتكم مع الجيران والاقارب بهاي الفتره ابد مو زينه، وراح تصير مشاحنات بالكلام، فانتبهوا ديروا بالكم. اغلبكم قاعدين بدون عمل وخصوصا هاي الفترة، بس اني اشوف اكو منكم المنتظرين تعيين، واكو منكم اكو تعيين لهم ان شاء الله على سنة جديدة باذن رب العالمين. اصحاب هذه الاحرف اللي امامي كلها على الشاشة الان، عندكم صايرة ضغوطات من قبل الاهل، اكو ناس تطلبكم فلوس او تطلب اهاليكم فلوس، فصاير انضغاط عليكم، فحاولوا تساعدوهم وتساندون نفسكم باذن رب العالمين. بس اني اشوف لكم اخبار حلوه خلال 40 يوم، وراح تنفتح لكم ابواب الرزق وابواب الخير والبركه لكم من حيث لا تحتسبون. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم. طبعا اني ممنون من عندكم، اتمنى من عندكم تخلون لايك الفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس الاشعارات ضروري حتى يصلكم كل فيديو جديد. انشروا طبعا للتواصل معي على الخاص، معرفاتي ظاهره امامكم. كان معكم اخوكم سيد حسن من عالم الخير والتوقعات، في امان الله وحفظه.